ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، وهي التي ينهى فيها إمامنا الجزري عن تحريك بعض الحروف الساكنة. انظروا إلى البيت 47 على اللوحة: واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ما معنى الحرص على السكون؟ نرى على اللوحة: يجب على القارئ أن يحرص على بيان سكون اللام إن جاورت نونا في نحو جعلنا ضللنا، وذلك خوفا من أن يسبق اللسان إلى إدغام اللام في النون فتنطق خطأ جعلنا. هل رأيتم؟ جعلنا. ونسمعها كثيرا من إخواننا المبتدئين، بيقول لك ولقد جعلنا في السماء بروجا، جعلنا أو ضللنا، وقالوا إذا ضللنا في الأرض. هذا لا يصح، لابد أن نقول ضللنا جعلنا، فنبين سكون اللام. كذلك أيضا نرى السطرين الأخيرين: كما يجب عليه، يعني على القارئ، أن يحرص على عدم نطق النون والميم مقلقلتين. هذا أمر هام في نحو أنعمت. كثيرا ما نسمع في الفاتحة من بعض إخواننا المبتدئين: صراط الذين أنعمت عليهم. انظروا، أنعمت فيقلقل النون فيقول أنا، ويقلقل الميم فيقول أم. هذا لا يصح. على القارئ أن يبين صفة البينية بين الرخاوة والشدة في النون والميم، هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، ولا يقلقل لا نونا ولا ميما. وكذلك الغين من نحو قوله تعالى المغضوب، كما نص على ذلك الجزري. يقول أحدهم خطأ، يقول غير المغضوب عليهم. إخوتي الكرام، إذا اهتز حرف من الحروف تقلقل. إذا قلنا أغ، أش، أل، كل هذه الحركات عبارة عن قلقلة، والعرب لا تقلقل إلا قطب جد. إذن الصواب في قوله تعالى غير المغضوب أن نقول غير المغضوب عليهم، غير المغضوب، من غير اهتزاز. لا نقول المغ، هذه نتجنبها إن شاء الله. إذا نكتفي بشرح هذا البيت: واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ونتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة البيت 48، لأن نأخذ فاصلا